السلام عليكم، كل عام وانتم طيبين. الموضوع النهارده جديد بنتكلم فيه، وهو الحنين للماضي والفصول التعليميه والمدارس. فاكرين المدارس بالفصول بتاعتنا؟ من احلى مراحل حياه الواحد لما كنت طالب في الفصل. بس اختلفت الاجيال في تطورها لغايه ما وصلنا للمرحله اللي احنا فيها دي. اختلفت. سبب الاختلاف ايه؟ احلى مرحله اصلا بتلاقي كل اصحابنا فيها زي ما انتم شايفين كده، هم اللي بيتنوا في الاول وفي الاخر. كان في مجموعه مدرسين في ايامنا، كل مدرس دكتور في الماده بتاعته زي ما بيقولوا. زمايلنا كلهم في دفعتنا احنا لغايه دلوقتي احنا نعرف بعض كلنا، بنبقى فرحانين واحنا بنشوف بعض في الشارع، بنبقى فرحانين واحنا لما كل واحد يبقى عنده حاجه ناجحه، كلنا بنسال بعض. ما فيش حاجه اسمها بقى اصل زميلتي ده صاحبي، كلنا اخوات. احنا اتربينا من كده واحنا صغيرين. دي فكره التربيه بقى زمان. لما كنا بنروح زمان عند الاستاذ رجب الله يرحمه، واللي كانوا بيروحوا عند الاستاذ محمود ابو الشيخ علي والاستاذ سعد شعير، كلنا اتربينا كده، ربنا كده ان انتوا يا انت هو انتوا اخوات. ما فيش حاجه اسمها اصل انت لا، هي زميلتك اختك، ده صاحبك اخوك. عشان كده احنا كبرنا على ده، من التربيه من الفصل ده. يا سلام بقى كمان لما كنت تألف مسألة ولا حاجة، كنا كلنا بنحاول نألف مسائل عشان نعلم بقى على بعض. كنا بنذاكر بجد عشان ما ينفعش تبقى مش عارف ايه، ما ينفعش حد يقول لحد كلمة عيب. كان جو الفصل ده حاجة غير خالص، كنت بتبقى فرحان وانت قاعد. من احسن مراحل فعلا مرحله الابتدائي، مرحله الاعدادي، مرحله الثانوي، مرحله الكليه. بعد كده بتشيل مسؤوليه، بتبدا تفتكر الحاجات الكويسه زمان اللي ممكن تخليك تبقى تعدي ايامك زي ما بيقولوا، اللحظات الحلوه اللي فيها، اللحظات الكويسه. فالموضوع كله ذكريات زي ما بنقول. اختلاف بقى الجيل من زمان لدلوقتي ده اختلاف تربيه، اختلاف نشأة، اختلاف اب وام، الحياه زي ما بيقولوا. الله اعلم بيمشوها ازاي، انما نوصل ان احنا في الاول وفي الاخر ده احسن مكان الواحد بيحس فيه ان انت فعلا كنت بتتعفرط بقى، بتتعمل عايز تستظرف قدام حد، بس مرحله وخلصت. بعد كده بنقول بتبقى مسؤول بتاعك. بنحن كلنا للماضي. الفصول دي احلى ايام حياتنا كلها، عشنا فيها حاجات كتير قوي حلوه. كل ذكرياتك وانت طالب ما بتنساهاش حتى وانت كبير، بتقعد تحكيها كلها لعيالك وتتباهى بيها. وعشان كده بنقول الفتره الزمنيه اللي بتعدي عليك وانت في المدرسه لو ما استغلتهاش واستفدت بيها وانت كبير، صداقاتك الحقيقيه في الفصل ده هم اللي بيكملوا معاك بعد كده.